الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل سويا دراسة الرسالة الإصلاحية أو الرسالة التبوكية أو الرسالة الحياتية لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. يقرب لنا هذه الرسالة، هذا تقريب الرسالة التبوكية. انتهينا إلى الآية السادسة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير من مخالفته صلى الله عليه وسلم. سؤال: لماذا الرسالة التبوكية؟ الجواب: كلمة واحدة، كي نقدم سنة الرسول قدوة للعالم. فمن أعظم أهداف دراسة هذه الرسالة تقديم الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديم السنة قدوة للعالم، قدوة لأنفسنا، قدوة لزوجاتنا وأسرنا، قدوة لشبابنا، قدوة لجيلنا، قدوة لدولتنا، قدوة لمجتمعنا، قدوة لأمتنا، قدوة للعالم كله. أيها الإخوة الكرام، إذا نجحنا في تقديم سنة النبي وهدي النبي ومنهج النبي قدوة للعالم فقد اجتهدنا اجتهادا عظيما في إغلاق أبواب الشر عن الجيل وعن أبناء المسلمين. لماذا الناس يتبعون الموضات؟ كلما نزلت موضة جديدة اتبع الناس الموضة، سواء كانت في حلق الشعر، سواء كانت في الملابس المقطعة المخرقة أو غير ذلك. القلب فارغ من القدوة، فتأتي الموضة فتقود الناس إلى هذا الأمر. لو استطعنا أن نقدم النبي وسنته قدوة للاقتصاديين، قدوة للسياسيين، قدوة للمعلمين، قدوة للجيل، لاندفع كثير من الشرور. لذلك من أهم مقاصد هذه الرسالة الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدر هذه القدوة العظيمة، وأنها سبب سعادة وفلاح العالم في الدنيا والآخرة. ماذا قال ابن القيم في هذه الآية العظيمة التي من أهم ما يكون أنها تقدم الرسول وسنته سببا لسعادة الأرض وسببا لفلاح العالم؟ قال ابن القيم في الآية السادسة: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم: فأمر سبحانه بطاعته، طاعة الله وطاعة رسوله، وافتتح الآية بالنداء: يا أيها، يا أداة نداء باسم الإيمان الذين آمنوا، المشعر بأن المطلوب منهم من موجبات الاسم الذي نودوا به وخوطبوا به، كما يقال: يا من أنعم الله عليه وأغناه من فضله، أحسن كما أحسن الله إليه. هذا أسلوب تقريب وتحبيب وإشعار بمعاني عظيمة جدا. مسألة من أهم المسائل كما هو موجود أمامنا، مما يسهل تقريب معاني ابن القيم، وضع عناوين. فكل ما هو بالأزرق، باللون الأزرق، هذا عناوين مهمة وضعها المقرب للرسالة لبيان خلاصة كلام ابن القيم. قال: يرد ابن القيم على أهل البدع المنكرين للسنة فيقول: ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتحته، تحت هذا المعنى، سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن، فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة. نعم، إذا أمر النبي بأمر وهذا الأمر لم يرد به الأمر في القرآن فيجب طاعة النبي طاعة مفردة وطاعة مستقلة. قال رسول الله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالنبي أوتي الكتاب وأوتي بأوامر الكتاب، وأوتي عليه الصلاة والسلام بأوامر يجب طاعتها وإن لم تكن في القرآن الكريم، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، تحريم كل ذي مخلب من الطير، مسألة الجمع بين المرأة وعمتها، الجمع بين المرأة وخالتها، تحريم ذلك، أقصد تحريم كذا وكذا، أمور كثيرة جدا. قال: فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول
إن لم يكن في القرآن، وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا المنهج المنحرف. ظهر في زماننا منهج يسمى زورا وباطلا بالقرآنيين، وهم ليسوا قرآنيين، وإنما هم مبتدعون والعياذ بالله. من يدعي أنه يكتفى بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة ويسمى نفسه بالقرآني نسبة إلى القرآن فهذا ضال مضل. إنما لو اتبع القرآن يأمره باتباع النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا، ولكن هذا شعار ظاهره حسن وباطنه فيه الفجور والبدعة والضلالة. أجل ذلك يجب أن نتبع القرآن والسنة الاثنين معا، لا نكتفي بالقرآن ونترك السنة، هذا من أبطل الباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. هذا رد على القرآنيين الضلال وأهل الضلال في هذا الباب الذين يدعون نكتفي بالقرآن ونهجر السنة، لا نعمل بالسنة والقرآن يكفينا. هذا من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن السنة هي شرح القرآن. جاء الأمر في القرآن بإقامة الصلاة. طيب تفاصيل الصلاة، أركان الصلاة، موجبات الصلاة، مكروهات الصلاة، مستحبات الصلاة، مبطلات الصلاة، هذا كله الرسول وضحه عليه الصلاة والسلام. جاء القرآن بإقامة الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فرض رمضان في القرآن، صيام رمضان. تأتي السنة تبين لنا كيف نصوم، متى نبدأ الصيام، متى نمتنع عن الطعام، متى نبدأ، وهكذا ونحو ذلك. فالغرض المقصود كذلك الحج، تفاصيل الحج. الرسول قال خذوا عني مناسككم. قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام، زاروني ما تركتكم عليه الصلاة والسلام. فالغرض المقصود هذه دعوة فاجرة فاسدة مبطلة، وهي هجر السنة وإبعاد السنة والاكتفاء بالقرآن. لذلك الحذر من هذه الدعاوى الفاسدة التي تخرج على المسلمين ويطلقها أعداء الدين كل حين وحين. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن القيم وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس إلى الدين من الدين كله إلى الله ورسوله، لا إلى أحد غير الله ولا رسول. يبقى إذن اختلفت أنا وأنت في مسألة، عقلي وعقلك اختلف، إلى من نرجع؟ ما الحكم؟ ما الميزان؟ ما الفرقان؟ الله ورسوله. الميزان الكتاب والسنة. قال فمن أحال الرد على غيرهما، على غير الكتاب والسنة، فقد ضاد أمر الله. ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. من الجاهلية ترك حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. وهذه مسألة عظيمة الشأن جدا. في باب الأنكحة الناس تختلف في الزواج والطلاق، ردوا أموركم إلى الله ورسوله واحذروا دعوى الجاهلية. في باب المعاملات بالأموال شريكين أو شريكان اختلفا، ردوا موارد نزاعكم من الله ورسوله في الأموال وإياكم ودعوى الجاهلية، وهي رد إلى العادات أو إلى التقاليد أو إلى خلاف الكتاب والسنة وغير ذلك. فالرد إلى الشرع وإلى قواعد الشرع وإلى دين الله، هذا في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مسألة: ما حكم من رد موارد النزاع إلى غير الله ورسوله؟ قال ابن القيم قال الله تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا مما ذكر آنفا أنه شرط ينتفي المشروط بانتفائه. أنت مؤمن يبقى عليك بالكتاب والسنة. فدل على أن من حكم غير الله ورسوله في موارد مقتضى النزاع كان خارجا عن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسبك بهذه الآية العاصمة القاصمة بيانا شافيا وشفاء، فإنها قاصمة لظهور المخالفين لها، عاصمة للمتمسكين بها الممتثلين ما أمرت به. قال الله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
وإن الله لسميع عليم. السؤال مسألة، يعني هو إنسان يقول كيف أرد موارد النزاع إلى الله وأطبق وأعمل بهذه الآية وأنا مسلم مطالب أعمل بالقرآن؟ طيب كيف أرد موارد النزاع أو الخلاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن القيم: وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه المصحف، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. قاعدة: لا فرق بين كلام الرسول حيا وميتا. الرسول هو حي، نرجع إلى كلامه وحي ويحكم بيننا. مات الرسول، نرجع إلى كلامه بعد موته. لا فرق بين كلام رسول الله حيا وميتا. لا فرق بين تعظيم السنة، والرسول حي نعظم سنته كما كان يعظمها الصحابة، وهو ميت نعظم سنته كما كانت تعظم وهو حي عليه الصلاة والسلام. فكلام رسول الله يعظم حيا وميتا، وسنة رسول الله تعظم حيا وميتا، وحقوق رسول الله تؤدى له حيا وتؤدى له ميتا عليه الصلاة والسلام. مسألة من أعظم العلم النافع الذي ينفع كل فرد وأسرة ومجتمع ودولة وأمة، الصفحة دي صفحة 55 في تقريب الرسالة التبوكية، تبين مصدر سعادة العالم خلف رسول الله. قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي الذي أمرتكم به في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك تفسير آخر الآية: ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن القيم: أي الذي أمرتكم به من طاعتي في أول الآية، وطاعة رسولي وأولياء الأمر، ورد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي خير لكم في معاشكم ومعادكم، معاشكم في الدنيا ومعادكم في القبر وفي الآخرة، وهو سعادتكم في الدارين، فهو خير لكم وأحسن عاقبة. ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا يعني مرجع وعاقبة ونهاية ومصير، أي العاقبة. فدل هذا على أن طاعة الله ورسوله وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. أين سبب السعادة؟ أين مصدر السعادة؟ مع رسول الله. الكلام الذي سيأتي الآن وأقرأه على مسامعكم الآن من أعظم العلم النافع. قال ابن القيم: ومن تدبر العالم، القارات كلها، أوروبا، أمريكا، إفريقيا، أستراليا، آسيا، أنتاركتيكا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية. قال ابن القيم: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول. سبب كل بلاء في الأرض مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد، انظر إلى العلم النافع، فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. نريد للشر أن ينتفع من الأرض، نريد للغلاء أن ينتفع من الأرض، نريد من الضيق أن ينتفع من الأرض، نريد من الطلاق أن يخف وسط المسلمين ويرتفع من الأرض، نريد من النزاع والفرقة والمعاصي الظاهرة والباطنة أن ترتفع من الأرض. قال: فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول. سبب مخالفة الرسول سبب كل بلاء. قال: ولأن طاعته هي الحصن الذي، طاعة الرسول، سنة الرسول، طريق الرسول، منهج الرسول، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فهذه مسألة مهمة جدا. مصدر السعادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف رسول الله. مسألة سبب شقاء العباد وهلاكهم وعذابهم في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: فعلم أن شرور الدنيا والآخرة، شرور البدع، شرور المعاصي،
شرور الخلاف والنزاع، شرور الدنيا والآخرة، شرور العذاب، شرور الهلاك، شرور الغلاء، شرور الضنك. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا لأسرته ولا لمجتمعه ولا لدولته ولا لأمته ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. إذن دعوة إلى أن نقدم الرسول لكل العالم. الرسول هو القدوة للعالم، للقارات كلها، للعالم كله، للإنس والجن. دعوة أن نقدم سبب السعادة للناس، دعوة في أن نقدم أيها العلماء، يا طلبة العلم، أيها الدعاة، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المعلمين، أيها الأمهات، أيها المعلمات. لو عندنا كتب من الجدار للجدار ومعنا كتب على الهاتف مصورة PDF وغيرها من أنواع المصورات، ملايين الكتب، ولم نستطع أن نقدم الرسول وأن نقدم السنة قدوة للعالم، نقول نحن لم نبدأ في طريق الدعوة الصحيح. طريق الدعوة الصحيح يبدأ برسول الله، يبدأ بأن نقدم السنة وتكون هي الأصل الذي نسير خلفه، يبدأ بالصراط المستقيم، أن نعلم الناس الصراط المستقيم، والسنة هي الصراط المستقيم. وراجع فأقول ما الصراط المستقيم؟ الإسلام هو الصراط المستقيم، القرآن هو الصراط المستقيم، الرسول هو الصراط المستقيم، الطاعة والشرع المؤدي إلى الله الصراط المستقيم، منهج الصحابة هو الصراط المستقيم. يا دعاة الإسلام، يا طلبة العلم، أيها الآباء، أمانة في أعناقكم أن تقدموا الصراط المستقيم وأن تقدموا الرسول وسنته قدوة للناس. أفلحتم وأنجحتم. إذا لم نستطع ذلك فنقول نحن لم نبدأ في طريق الدعوة الصحيح. أسباب السعادة والفلاح وأركان بناء الشخصية المسلمة، ابن القيم يقول كي نطبق ذلك عملا لابد أن نشتغل بسنة رسول الله. 4 أمور إذا ما اشتغلنا بها اشتغالا صحيحا نقول فعلا نقدم الرسول قدوة للناس. 1 تعلم السنة، 2 العمل بالسنة، 3 الدعوة إلى السنة، 4 الصبر على السنة ونشرها في الناس. بهذا نقدم السنة قدوة للعالمين، فلحنا وأنجحنا في أنفسنا ومجتمعاتنا ودولتنا وأمتنا. قال ابن القيم فانحصر الكمال الإنساني على هذه المراتب 4، أحدهما العلم بما جاء به الرسول، العلم بالسنة، 2 العمل بما جاء به الرسول، العمل به، 3 نشر ما جاء به الرسول في الناس ودعوتهم إليه، 4 صبره وجهاده في أدائه وتنفيذه. عايزين نقنع الشباب إن الرسول هو القدوة مش الموضة هي القدوة. عايزين نقنع الزوج والزوجة لما يختلفوا إن الرسول هو القدوة وردوا موارد النزاع. عايزين نقنع أصحاب الأموال وأصحاب الاقتصاد إن الرسول هو القدوة. عايزين نقنع العالم كله إن السعادة والفلاح ولا الرسول، مش وراء رأي فلان وعقل فلتان ومنهج فلان وفلتان. وظيفة شاقة جدا ومرهقة جدا. عايزين نقنع اللي بيعمل فرح إن الفرح على طريقة الرسول هو الفرح الحقيقي، ليس البيرة والرقصة والخمر والحشيش والمخدرات هي الفرح. عايزين نقنع الناس بالسنة بالقدوة، نقنعهم برسولهم، نقنعهم بسنة رسولهم إنهم يتبعوا سنة الرسول، نقنعهم بمخالفة أهوائهم ونعنهم على مخالفة أهوائهم. لو فلحنا في ذلك أقول نحن فعلا نمشي في طريق الدعوة الصحيح. وإن لم نفعل ذلك فالأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى تقديم السنة قدوة للناس كما هو معلوم لدينا جميعا. لأجل ذلك نقول العلم والعمل والدعوة والصبر. إزاي يعني؟ كيف؟ أقول لك 3 مراحل. أتعلم السنة في 3 مراحل: ما قبل الصحيحين، الصحيحين، ما بعد الصحيحين. ما قبل الصحيحين 3 كتب سهلين، أتعلم وأعلم زوجتي وأولادي وأسرتي وأعلم المسلمين 3 كتب: كتاب الأربعين النووية، كتاب رياض الصالحين، ولو طويل خد مختصر رياض الصالحين، الدر الثمين من رياض الصالحين، عمدة الأحكام. بس ممتاز خالص جدا. هذا للمبتدئين. طيب نرتقي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو مختصر البخاري ومختصر مسلم. نرتقي يبقى ما بعد الصحيحين: سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، وسنن الإمام النسائي.
نرتقي مسند الإمام أحمد، موطأ مالك، سنن البيهقي، سنن الدارمي. هذه الكتب التي ذكرتها كما قال العراقي وقال غيره الحافظ ابن رجب، هذه الكتب تمثل قوام الإسلام. عايز تتعلم الإسلام كله في الصحيحين والكتب الستة، والكتب التي ذكرتها مع الكتب الستة مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الإمام البيهقي وسنن الدرقطني رحمة الله على الجميع. الكتب دي عايز تتعلم الإسلام كله كلمة كلمة في اللي أنا قلته لك ده. كل الكتب دي جمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده يا جماعة. فين الآباء اللي بيتعلموا الأربعين النووية ورياض الصالحين وعمدة الأحكام ترغيب والترهيب؟ فين الآباء اللي بيتعلموا مختصر الصحيحين أو الصحيحين ويعلموها الأب؟ فين المعلمين اللي بيتعلموا السنة ويعملوا بها ويقدموها قدوة للناس؟ الناس بعيدة فعلا بسبب إن الدعاة ضعاف في حمل أمانة السنة ونشر السنة وسط الناس بطريقة ممنهجة وطريقة جادة وطريقة قائمة على العلم والعمل والدعوة والصبر. لذلك قال ابن القيم: ومن تطلعت همته إلى معرفة ما كان عليه الصحابة، آثار الصحابة، وأراد اتباعهم فهذه طريقهم حقا، فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم فقد وضحت للسالكين عيانا. دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، وهي مسألة الاشتغال بالسنة النبوية. يجب أن نشتغل بسنة الرسول، نشتغل بها تعظيما، نعظم السنة، نشتغل بها قراءة، نقرأ السنة، نشتغل بالسنة تعلما وفهما، نشتغل بالسنة عملا، نشتغل بالسنة تعليما ودعوة، نشتغل بالسنة حراسة وحماية نحفظها من أهل البدع والأهواء. الاشتغال بالسنة رسالة وأمانة كبيرة علينا نحن أهل الإسلام، فيجب علينا أن نقوم بحق رسول الله، بالقيام بحق سنته عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة جدا، ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى تقديم السنة قدوة للعالم. صلى الله عز وجل أن يعينني وكل أهل الإسلام على القيام بهذه الرسالة. هذا والحمد لله رب العالمين.